اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. ممكن في كومنت تصلوا على رسول الله وتعملوا لي لايك وتكتبوا لي دعوة، كومنت بدعوة حلوة ولكم مثلها إن شاء الله. اللي بيكتب كومنت بدعوة حلوة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيردها له 10 أضعافها إن شاء الله. اللي بيحب الخير للغير ربنا بيرزقه بكل خير. في ناس بشوفها بتقول يا رب ليه، يا رب ليه ما رزقتنيش بعيال، واحدة ما تكونش بتخلف. يا رب ليه أنا وحيدة ماليش إخوات. يا رب ليه أنا جوزي فقير. يا رب ليه أنا لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي وما رزقتنيش بعريس. يا رب ليه ما اتولدتش غني. يا رب ليه اتولدت فقير. يا رب ليه انا مش جميلة. يا رب ليه انا حياتي الزوجية مش سعيدة. يا رب ليه انا تعبانة على طول وغيري مرتاح. يا رب ليه انا مش مشهورة زي المشاهير وما عنديش فيلل وما عنديش عربيات وما عنديش. يا رب ليه أنا مش مدير، صاحب شركة، صاحب مصنع، صاحب مكانة. ليه 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 بنعمل كده؟ ليه ما بنرضاش بحكمة ربنا؟ ربنا عادل، والله العظيم ربنا عادل. ربنا بيعدل. يعني ممكن انتي ما خلفتيش، يمكن لو خلفتي ربنا يرزقك بولد عاق او بنت ما بتسمعش الكلام خالص وعاق وتتعبك ونفسيتك تبقى في الارض تجيبلك المرض. ربنا كده يبقى رحمك. ممكن تخلفي ولد بيشرب مخدرات بعد الشر، تخلفي ولد ما بيسمعش الكلام عاق. تتمني بعد كده ان انتي ما كونيش خلفتيه، لان انا بشوف بعيني ان في ناس بتتمنى ان هي يا ريتني ما كنت جبتك، يا ريتني ما كنت شفتك، يا ريتني ما ابنهم مثلا يكون بايظ، يكون ضايع، يكون ما بيشتغلش، يكون بيشتمهم. في اولاد مش كويسين كتير، في اولاد مش كويسين كتير. ممكن ربنا يكون رزق حد بفلوس ويكون غني بس مش سعيد، هتلاقوه مش سعيد نهائي. يعني انا معايا فلوس وغني جدا، زي الشيخ كان بيحكي في مرة. رحت، واحد مشهور وغني جدا بعتلي وانا رحت له وانبهرت بجمال اللي عنده، انبهرت بالفيلا اللي عايش فيها، انبهرت بالحراسة، انبهرت بالتحف الأثرية، انبهرت بكل حاجة. وكانت المشكلة ان هو بيقوله بالرغم ان انا عندي كل ده انا مش سعيد، انا مش سعيد. يعني شوفوا عنده فلوس دي كلها ومش سعيد. لعلمكم اغلب المشاهير واغلب الممثلين اللي احنا كلنا بنشوفهم على الشاشات بيبقوا بيتعالجوا عند دكاترة نفسيين، بيبقوا مش سعداء، بيبقى حياتهم مش سعيدة. ليه؟ في ناس منهم بعيدة عن ربنا، في ناس منهم بعيدة عن ربنا، وغيره. ممكن تبقى مثلا صاحب شركة، صاحب مصنع، ويبقى معاك فلوس كتير وعربيات وتفتري، تظلم، تتغير، تعمل ذنوب، تشرب مخدرات. ممكن المال لما يجيلك أو يجيلك تبقى نقمة عليكي مش نعمة، تتحولي مليون درجة بيه. ربنا يثبتنا يا رب يا رب يا رب وما نتغيرش أبدا أبدا. أنا أعرف ناس ورثوا، مجرد ما ورثوا حالهم اتغير، حالهم اتبدل. اللي بقى بيشرب سجاير وطلق أول ما ورثوا، اللي سابت جوزها وعيالها وراحت اتجوزت واحد تاني، والواحد تاني ما طلعش كويس واتطلقت منه برضه، ده بسبب ان هي ورثت. اللي قلعت النقاب بعد ما ورثت وبقت بتحط كحل، بتحط ميك اب، وحالهم كلهم
اتغير، اتبدل للأسوأ للأسف. ففي الحالة دي المال كان نقمة عليهم مش نعمة. انتي ربنا ممكن يكون رزقك بالصحة، غيرك ربنا مبتلي بالمرض. ليه ما بنحمدش ربنا على الصحة اللي عندنا؟ يا جماعة هي أساس الحياة، هي الحمد والرضا. حمدتي ربنا ورضيتي بقدرك، كل ما تحمدي كل ما هتحمد ربنا هيرضيك وهيديك من وسع. ومش معنى ان هو منعك من حاجة ان هو مش بيحبك، لا. حتى مهما دعيت تقول يا رب انت ليه مش بتستجاب، لا. ربنا خايف عليك، ربنا خايف عليكي. هو مش عايز يديكي الحاجة دي عشان خايف علينا. ساعات ربنا بيأخر عنك العطاء وبيديهولك في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. وساعات بيأخره وما بيديهوش خالص. ليه؟ لأنه خايف عليك، خايف عليكي إن العطاء اللي هتاخديه هتبقي وحشة بيه. فربنا بيحميكي. فعمركم ما تقولوا ليه. اتعلموا الرضا والقناعة والحمد. نحمد ربنا على كل حاجة، حتى لو انت مريضة أو انت مريض تحمدوا ربنا. عيالكم مطلعين عينكم تحمدوا ربنا. جوزك مهمل فيكي احمدي ربنا. مراتك مهملة فيك احمد ربنا. في وظيفة انت مش عاجباك او مش عاجباكي احمدوا ربنا. احمدوا ربنا واسعوا واجتهدوا واعملوا اللي عليكم، وربنا عارف مصلحتكم. والله العظيم عارف مصلحتكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ممكن اشتراك بقى في القناة ولايك وشير للفيديو كتير وكومنت بدعوة حلوة. محتاجة الدعاوي الحلوة. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيراضيكم وهيراضي كل واحد بيتفرج علي وهيرزقكم من وسع إن شاء الله. وبكرة تقولوا أنا قلت إن شاء الله ربنا هيراضيكم. أشوفكم بخير.